من كام يوم كده كنت نزلت بوست على لينكدين، والبوست فجأة بقى فايرال. ناس كتير كانت مصدومة من النتيجة، من الكواليتي اللي بقى يطلعها شات جي بي تي. في ناس خافت وقالت ان كده خلاص ال AI بقى هياخد مكاننا، ال AI قتل روح التصميم والديزاينرز. في اللي قالك انا اشوف لي شغلانة تانية. في ناس كتير طبعا كانت مبسوطة جدا وشايفة ان ده مستقبل لازم نستعد له. في الفيديو ده هفهمك ببساطة ايه اللي بيحصل جوه شات جي بي تي دلوقتي. من كام يوم كده اوبن AI نزلوا تحديث جديد لشات جي بي تي، بقى يقدر يستخدم دالي اللي هو الاصدار الثالث في توليد الصور. النتيجة كانت ايه؟ للأمانة يعني شات جي بي تي دلوقتي بقى عنيف شوية، يعني بقى تفاصيل اللي بيطلعها في الصور مرعبة. يعني انا شايف ان هو بقى دلوقتي يطلع تفاصيل اكتر، او في جنريت الصور بقى تفاصيله بقت اعلى من جوجل اف اكس، وده كان يعني اقوى موديل كنت شغال بيه حاليا في ان انا اكريت صورة بالاي اي. خليني اقولك شات جي بي تي دلوقتي بقى يقدر يعمل ايه. شات جي بي تي دلوقتي بقى يقدر ان هو يجنريت صور من اي تكست انت بتكتبه بكواليتي رياليستيك جدا. شات جي بي تي ما كانش يقدر يعمل ده، او كان بيعمل ده بس الصور اللي كانت بتطلع كانت سيئة جدا بصراحة يعني. المميز بقى ان انت تقدر تعدل على الصورة اللي طلعت في نفس الشات، لان هو شات جي بي تي ميزته ان انت بتكلم تقول له مثلا غير لي الخلفية اللي في الصورة اللي انت طلعتها دي، تقول له مثلا غير لي لون البدلة، تقول له غير لي مثلا السما. فشات جي بي تي دلوقتي بقى يقدر يجنريت صور من اي تكست انت بتكتبه بكواليتي رياليستيك جدا. تقدر تعدل على الصور دي كمان وكله من نفس الشات من غير ما تفتح اي تولز تانية، وده المميز فيه. هشارك دلوقتي معاك شوية امثلة وهوعدك انك هتتصدم من النتيجة. الحلاوة بس مش في الصور اللي بيولدها من تكست، دلوقتي حتى لو انت مش محترف في الفوتوشوب ولا عندك خبرة في المانيبيوليشن، شات جي بي تي دلوقتي بقى يقدر يساعدك ان انت تطلع فيجوال وتصميم احترافي بمعنى الكلمة من غير ولا غلط. كل اللي عليك ان انت هترفع له الصور اللي معاك، صور الاستوكات اللي معاك عادي جدا. صورة مثلا الراجل، صورة خلفية مثلا على طريق، صورة مثلا منتج، وتقول له بكل بساطة ان انت عايز تعمل بالصور دي وليكن مثلا الراجل ماسك المنتج في ايده وواقف على الطريق. تشرح له كده بالعربي عادي جدا وترفع له الصور دي. شات جي بي تي هيبدأ ان هو يفهمك، ويبدأ ان هو يدمج لك الصور دي ويطلع لك الفيجوال بالشكل اللي انت شرحته له. التفاصيل زي ما انت شايف طبعا التفاصيل هتكون دقيقة جدا، التفاصيل هتكون واضحة، مفهوش ولا غلطة. حتى لو في غلطة انت ممكن تقوله ده ان انت مثلا في غلطة هنا مثلا في حجم المنتج مثلا اكبر من العادي، هو هيظبط لك ده بمجرد انت ما تكتب له. شات جي بي تي دلوقتي بقى يقدر يعمل ايه تاني؟ بقى تقدر ان انت ترفع له صورة بستايل معين، مشهد، اضاءة، مود، الوان، وتقول له احفظ لي الستايل ده، وبعدها تروح ترفع له صورة تانية مثلا ستوك تاني راجل مثلا او ايا كان، تقول له انا عايز الصورة دي اللي انا رفعتها لك تطلع بنفس الستايل اللي انا قلت لك عليه من الصورة اللي فاتت. وشوف النتيجة هتتصدم يعني حرفيا. انا مش عارف بصراحة دي هل ممكن تكون سرقة، يعني انت بتسرق ستايل لحد غيرك، او انت زي ما بيقول في شغلتنا كده انت بتنحت. مش عارف، بس انت ممكن تستخدمها في ان انت كريفرنس ليك. يعني ايه المميز في كده؟ المميز في كده ان هو بيحتفظ بنفس التفاصيل بس بالستايل اللي انت قلت له عليه. يعني انت لو هترفع صورتك هيعمل شكلك انت، هيعمل نفس تفاصيلك نفس ملامحك بس بالستايل اللي انت قلت. ايا كان الستايل ايه، يعني ايا كان الستايل اللي انت هترفعه له هيعمل نفس الصورة بتاعتك بنفس الستايل اللي انت قلت له عليه. وده في حد ذاته قوة كبيرة جدا لأي حد شغال في التصميم فاهم كلامي يعني. بس كده طبعا لا. شات جي بي تي دلوقتي بقى يقدر يدمج صور مع خلفيات في ثواني. يعني انت المنتج اللي انت كنت بتحطه على ترابيزة ده وبياخد وقت مثلا تفضل بقى شادو بقى وتظبط اللايت والكلام ده، شات جي بي تي دلوقتي بقى ان انت ترفع صورة المنتج على خلفية بيضة ولا مش بيضة ولا اي حاجة مش هتفرق، وترفع له صورة الخلفية وتقول له ادمج لي دول مع بعض. طيب انت عايز تكمل بقى ديزاين وتكتب تكست، بقى يكتب تكست. بقى شات جي بي تي دلوقتي بقى يكتب تكست على الصورة، تحدد له المكان، تحدد له اسم الفونت ويكتبه. بس الامانة يعني هو دلوقتي مش شغال بكفاءة عالية في العربي، بس هو ممكن يكتب انجليش. وانا شايف طبعا ان التكست ده مش حاجة سهلة، هي فكرة كلها تبقى في اللي اوت وكده، فما تعتمدش عليه بشكل كلي يعني. لو انت شغال برضو في البراندنج ممكن ده يهمك ان انت ترفع له اللوجو بتاعك بعد ما تخلصه مثلا، وتقول له انا عايز اللوجو ده بكذا ستايل مختلف. يعني الستايلات اللي هي تقول له مثلا عايزه مثلا على صخر، عايزه على خشب، الستايلات اللي انت ممكن تستخدمها في البرزنتيشن بتاعك للوجو او البراند عموما.
بيقدر يعمل ده، بترفع له لوجو بنفس التفاصيل بيغيره لك لكذا بيئة مختلفة. طبعا تقدر ان انت تعمل اب سكيل. دلوقتي ممكن تاخد سكرين شوت اللوجو مثلا، تقول له اعمل لي اب سكيل اللوجو ده، يعمله لك بكل احترافية والنتيجة هتكون مبهرة. برضو في ميزة ناس كتير مش واخدة بالها منها، ان شات جي بي تي دلوقتي بقى يقدر يساعدك ان انت تعمل بيزنس كارد. هيكون تصميمه لسه بداية شوية، بس كأفكار أولوية وسكتشات مبدئية تقدر تبني عليها، هيفرق معاك جدا ويوفر لك وقت ومجهود كبير. وتخيل كمان انك انت تقدر ترفع له تصميم انت عملته وتقول له ايه رأيك او ازاي اقدر اخليه احسن. ساعتها بقى بيشتغل ارت دايركتور معاك، يعني بيديلك تقييم للشغل ويقولك نقاط القوة ويقترح عليك تعديلات، سواء كانت بقى في الألوان أو التكوين أو حتى أماكن العناصر. مش بس طبعا هو بيساعدك في التنفيذ، لا هو بيشتغل كأنه ارت دايركتور معاك زي ما قلت لك. يعني الامانه شات جي بي تي استخداماته بقت كتير جدا. يعني انا بشوفها ان هي بقت اساسيات، سواء انت كنت ديزاينر او كنت كونتنت كريتور او ايا كان. خلاص يعني هو شات جي بي تي دلوقتي بقى حاجه اساسيه معايا، بقى اشتراكه الشهري بقى من ضمن الاساسيات اللي انا ممكن ادفعها كل شهر وانا مبسوط مش متضايق من اشتراكه. انا كل اللي كلمتك فيه في الفيديو ده طبعا انت تقدر تعمله في اشتراك البلس. الحاجات الفري بتبقى محدودة شوية، بس اشتراك بلس تقريبا كان عامل 600 جنيه او 1000 جنيه فكل شهر على الحاجات اللي انت تقدر تعملها بيه. فما اعتقد ان هو يعني فير. انا من رأيي شايف ان شات جي بي تي دلوقتي بقى من اهم الاشتراكات اللي انا بدفعها شهريا، لان هو بقى اساسي معايا في الشغل. مش شغل بس، يعني انا بسأله على حاجات تانية، معلومة مش عارفها بدخل بقول له مثلا اعرف لي ده، فبيشرح لي بقى بالتفصيل كل حاجة انا عايز اعرفها. ما بقاش بصراحة يعدي يوم من غير ما استخدمه. استخدامي ليه اكتر من استخدامي لجوجل، كل اعتمادي بقى عليه. انا شايف ان هو بقى دقيق جدا، وخصوصا ان انا ديزاينر فانا اقدر اوظف الحاجات اللي هو بقى يعملها في اخر ابديت، اقدر اوظفها في شغلي بشكل احترافي جدا. قول لي رايك في الكومنتس اللي انت شايفه من الابديتس اللي بتحصل دي. هل ده هيأثر علينا كديزاينرز؟ هل ده هيكون مضر لينا ولا هيكون مفيد؟ قول لي رايك في الكومنتس وانا برضه هقول لك رايي. انا شايف ان اللي بيحصل دلوقتي كده كده، يعني كده كده هيحصل. فكرة ال AI في مجالنا خصوصا بعد الابديت الاخير بتاع شات جي بي تي، خليني اقول لك ان ممكن اي حد يعمل اي فيجوال احترافي جدا بسهولة، مش هتعرف تفرق ما بين حد جونيور وحد سينيور. فانا من رأيي اللعبة كلها تبقى لعبة افكار. زي ما قلت لك انت ممكن تقعد اسبوع مثلا تفكر في فكرة كامبين، وتيجي مثلا في ربع ساعة تنفذها بالاي اي. طيب هل انا بقولك ان انت تعتمد بشكل كلي في شغلك على الاي اي؟ لا، شوف انت هتعرف توظف الاي اي في شغلك ازاي واستخدمه. لو حاجة هتسهل عليك اعملها عادي، يعني انا شايف ان هي ما فيهاش مشكلة. شايف ان دلوقتي زي ما قلت لك اللعب كله بيبقى على الافكار، ان انت تطلع بكونسيبت مختلف. فكر براحتك، يعني كده كده اسرح بخيالك، وكل اللي بتفكر فيه هتلاقي نفسك ان انت قادر تنفذه، لان اللعبة اتغيرت ما بقتش زي زمان كنا بنفكر مثلا تفكير كان محدود شوية، لان انت لو فكرت في فكرة مختلفة شوية او فكرة مثلا فيها مجهود كبير ممكن تيجي ان انت متقدرش تنفذها بالتولز المحدودة. فدلوقتي فكر براحتك، اسرح بخيالك، اي فكرة تيجي في دماغك، اي فكرة هتقدر ان انت توصل لها تقدر تنفذها بسهولة. خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده التولز اللي بقت كتير، وانت تقدر تنفذ اي فكرة بسهولة. طيب انا كده وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك وكان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتس انت محتاج تعرف ايه تاني عن الاي اي. انا الفترة الجاية ان شاء الله هكون ابديتد بكل حاجة ريليتد بالاي اي. تابعني عشان تكون ملم بكل حاجة بتنزل في مجالنا ريليتد بالاي اي. شكرا. حاجة أخيرة نسيت أقولها لك بالمناسبة، سكريبت الحلقة دي مكتوب بشات جي بي تي. سلام.